أهلا وسهلا بيك. النهاردة هنتعرف على الأماكن معارض أهل رمضان بمحافظة القاهرة وشوف الأقرب ليك. بس قبل ما نبتدي ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. كتير بيسأل عن أماكن معارض أهل رمضان في محافظة القاهرة، والأماكن المعارض بتقوم بعرض السلع الغذائية بتخفيضات 25% و30%، ده على سلع السكر والزيت والرز والمكرونة وغيرها كمان من السلع. فهنتعرف على أماكن معارض أهل رمضان في محافظة القاهرة. أول حاجة معارض أهل رمضان في محافظة القاهرة، في معرض في منطقة الحي السابع أمام موقف الأتوبيسات بمدينة نصر. كمان في منفذ في منطقة أثر النبي في خارطة الشيخ مبارك، وفي كمان معرض في ميدان الباشا بحي مصر القديمة، وفي منفذ بحي البساتين بجوار شركة الكهرباء. كمان في معرض سلع بمنطقة المنيل بحي مصر القديمة، وفي كمان منفذ السيدة زينب في ميدان زينهم بمنطقة المواردي، وفي معرض بميدان النافورة بالمقطم بجوار مساكن الزلزال. في كمان منفذ بمنطقة زهراء المعادي بالبساتين، وفي معرض ذرة في مدخل منطقة شقة الثعبان بطريق الأوتوستراد. كمان في معارض أهل رمضان في القاهرة في منفذ المعصرة أمام محطة مترو المعصرة. في كمان معرض شارع 250 أمام من مركز الأولمبي بمنطقة بير أم سلطان. وفي منفذ دار السلام بشارع الفيوم. في معرض أمام مبنى حي 15 مايو. في منفذ المعادي في ميدان العرب. وفي معرض الخليفة بشارع الأشراف. في منفذ في منطقة الأبجية. في كمان معرض شارع الوسط بجوار ميدان الساعة بالتبين. في منفذ شارع الصفا والمروة بالتبين. في كمان أماكن معارض أهل رمضان بمحافظة القاهرة، كمان في منفذ شارع أبو رجيلة بالعزبة البحرية والإبلية في حلوان، ومعرض طابي في منطقة مصر القديمة، وفي منفذ منطقة الخلفاوي بشبرا، وفي معرض جديد بشارع أحمد حلمي بحي الساحل، وفي منفذ جديد بشارع ولي العهد بحدائق القبة. في معرض في شارع شبرا، ومنفذ سلع بشارع حسن المأمون بمدينة نصر في القاهرة، وفي كمان معرض بحي الموسكي. دي كانت الأماكن، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، ومع السلامة.